سلام، واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم من مطبخ احسن ما جربت. اليوم ان شاء الله جيت نجرب معكم وصفه حلوه الياغورت اللي عملت ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. جربتها بكل صراحه، نعطيكم فيها رايي. دوك نجربوها كيف كيف. جبتها لكم بطريقه سهله بسيطه بدون بيض بدون زبده، يعني حاجه بسيطه قل من هكذا مش حتلقاوها. وتشوفوا نتيجه جاتني طريه هشيشه. ارواحوا نديروها كيف كيف ونشوفوا النتيجه. نبدأ على بركة الله. أنا أول حاجة استعمل هذا النوع تاع الياغورت الذوق الفاني. نتوما استعملوا أي نوعية متواجدة عندكم، لكن حاولوا ما ديروهاش باردة بزاف. ضفت عليها نفس العلبة تاع سكر حبيبات، يعني كامل القيس تاع الحلوى تاعنا نخدموها بهذيك العلبة تاع الياغورت. نضيفوا عليها مغرف صغيرة تاع لافاني يعني تعزيز الذوق. ونجيبوا لان تحبوا تستعملوا الباتر تحبوا تستعملوها غير بيديكم كما انا. تجوا تخلطوا هنا المكونات مليح مع بعض، يعني حتى نحسوا بهذاك السكر ذاب مليح مع الياغورت، يعني ما نحسوش بهذوك الحبيبات تاع السكر باش الحلوه تاعنا ما تجيناش يابسه. نجيبوا لهنا علبه تاع الزيت ونبقاو نضيفوا فيها تدريجيا ونخلطوا ما نحبسوش. هذه المرحله مهمه بزاف. هذه الحلوه كما نعرفوا الحلوه تاع الزيت يعني تجي شويه يابسه وتجي تقيس الزيت في الاخير. هنا لازم تخلطوا الزيت مليح في الخليط، دخلوها يعني ما تخلوهاش كامل تبان هكا في اطراف ولا، باش كي تكونوا تشكلوا في الحلوه تاعكم مش راح تبدا تقيس لكم لاباط تاعها في الزيت. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. نجيبو كاع المواد الناشفه نبقاو نضيفو في الفارينه تدريجيا. عفوا، في الاول ضفت 2 علب تاع فارينه، ضفت عليهم كيس تاع خامه الحلوى وزن 10 غرام. لهنا الفارينه كنت مغربتها من قبل، وخامه الحلوى راني نغربل فيها معاكم. شوفوا الحبيبات اللي نتحصلوا في الخميره لازم نحو كامل هذوك الحبيبات باش ما نحسوش بهم في الحلوى. هنا كنت نسيت انا في الاول مع الزيت ما درتش الرشه تاع الملح، انتم ضيفوها في الاول مع الزيت. كما نعرفوا الحلوى تاع الزيت يعني لازم نديروا لها رشه تاع الملح باش نعدلوا الذوق تاعها. ونجو نطموا الحلوى تاعنا هايليك. هنا راح نضيف العلبه الثالثه تاع الفرينه، يعني حاولت ندير لكم مقادير مضبوطه حتى في الفرينه. هنا هايليك العلبه الرابعه. هنا ككل انا كنت استعملت 5 علب تاع فرينه. دوك نزيد معاكم العلبه الخامسه، يعني كنت كل مره نتستي لاباط ونشوف اسود تسحق لي الفرينه. هاي لك لهنا العلبه الخامسه، يعني قلت لكم حاولت نجيبها لكم بمقادير مضبوطه. طميت هذيك العجينه تاعي هاي ليك يعني ما حاولتش ما نخلطهاش بزاف، يعني طميتها فقط. وهاوليك القوام اللي تحصلوا عليه. يعني كي تخلطيها بهذيك اليد اللي تكون ناشفه مش حتلصق لك في يدك، لكن في اليد اللي تكون خدمت بها من قبل كانت تلصق شويه. جبت صينيه تاع الفرن درت لها ورقه زبده وراني نشكل في الكريات تاعي. الا هنا الحجم تاع الحبه انتم تتحكموا فيه، يعني حبيتوها صغيره حبيتوها كبيره كيما تحبوا. انا درتها يعني حوالي واحد 25 غرام هكا، ما بزنتهاش يعني درت ابي بخي عيني ميزاني وحطيتها كامل هكا في الصينيه. وهاي لي هنا الكميه الاولى بما شكلتها كامل في الصينيه. دوكا نجيبوا هذيك الاداه على حسب العلبه اللي كامل متواجده عندنا في ديارنا. وحتى لما كانت متواجده عندك هذه الاداه عاديه ثقوا بها بصبعك بستيلو باي عدسه تكون عندك هكا رقيقه ديري ثقوب في الوسط. انا كنت هذه الاداه كنت درتها شويه في الفرينه باش ما تلصقليش لانه العجينه كانت طريه بزاف. نحطها في الفرينه ونعمل بها ثقوب لهنا الثقوب حتى لتحت، باسكو فيها عندكم خامات الحلوى، فيها كيس خامه الحلوى يعني تحاول تطلع لكم شويه، يعني حاولوا تثقبوها حتى للاسفل كما كنتوا تشوفوا فيا انا ندير. جيت ثقبتها كامل. ولا هنا في هذه الوصفه انا حبيت الثقب يكون شويه كبير، يعني كما كتشوفوا فيا ندير ماشي بالغلق تاع القرعه تاع الماء، لا يعني الثقبه تكون ماشي صغيره بزاف وماشي كبيره بزاف. دخلتها مباشره للفرن على 180 درجه، خليتها حتى دارت لي هذاك اللون الفاتح. لهنا انا حمرتها شويه بزياده، لكن نتوما خلوها تكون فاتحه من الاسفل من الاعلى كما راكم تشوفوا فيها. انا طيبتها بهذا الشكل. هاوليك دارت لي لون ذهبي من الفوق ومن تحت. لهنا انا حطيتها كامل على كرياج، خليتها تبرد شويه باش نجي نزينها معاكم. هنا كانت الكميه الاولى فقط اللي كنت حضرتها. هنا التزيين شويه نواه كوكو وشويه تاع مربى. هنا البنات يعني كي انا كنت نشوف في الوصفه اللي داروها، يعني الاخوات كانوا بزاف يعني في العناوين كانوا الناس اكزاجيراو في العنوان 65 حبه 80 حبه ما على باليش، يعني ما نكلبوش على روحتينا. علبه تاع ياغورت محال تخرج لك 65 حبه ولا 45 حبه، يعني مالغري تصغري الحب تاعي تصغري مش حتخرجي 65 حبه، يعني محال. يعني صراحه الان الناس ما ولاوش عندها المصداقيه تاع الوصفه ولا المصداقيه تاع الحاجه اللي يجيبوها. اللي يهمهم يديروا لك عنوان زعما هكا اللي اتيك باش تدخلي وتفرجي. والهدف تاعهم ماشي المصداقيه تاع الوصفه، الهدف تاعهم هو نسبه المشاهده. انا صدقوني ما عندي حتى
علاقه بهذا الشيء. انا نحب كي نجرب حاجه ونبارطاجيها معكم تكون عندي مصداقيه لديك الحاجه ونكون صح، يعني الوصفه ناجحه ولا صادقه، ونقول لكم بكل صراحه شحال خرجت لي بزاف قليل. يعني ما عنديش هذاك الشيء تاع نحط لكم عنوان باش اعطيكم تدخلوا، ما يهمنيش زعما تعجبكم ما تعجبكمش، المهم تدخلوا تفرجوا عليا. انا لا، انا لهنا هاد الوصفه كانت دارت لي زوج صينيات كما اللي طيبتها الاولى كما شفتوني، كان دارت لي 20 حبه بالتمام، يعني الحجم تاعها ماشي كبير وماشي صغير، 25 غرام. لهنا بعد ما زينتها معكم كامل كي كنت نحكي في الفيديو وكنت نخدم، كنت تشوفوا كيفاش خدمتها. دهنتها بالمربى، رمتها في نواة كوكو، ومن بعد حطيت شويه مربى هكا في جيب حلواني. تبغوا نتوما ديروها غير بالملعقه عادي، بالملعقه ولا بلا سورغ، يعني انتم تقدروا تعرفوا باش تعمروها، تتفننوا في هذا الشيء بالاشياء اللي متواجده عندكم. درت جيب حلواني وحاولت ندير هكا كميه تاع مربى في الوسط. انا كما نعرفوا يعني الحلوه تاع اللي تكون مرمده بالمربى ولا تكون هكا فيها حشوه تاع مربى تزيد تطرى، يعني هذه الحلوه كي تكملوها حطوها فقط في علبه راح تزيد تطرى وتجيكم بزاف هشيشه. لهنا بعد ما عمرت لها انا كامل هذوك الثقب بالمربى حبيت نقدمها هكا في لي كيسات. سينو نتوما تقدروا تخلوها غير هكا، الا حبيتوها فقط لافراد العائله تاعكم تقدروا تقدموها غير هكا بلا لي كيسات، وصراحه جات بزاف بنينه. هذاك الذوق تاع الياغورت زاد لها بنه على بنه، مام هي ما فيهاش لا بيض، ما فيها كما شفتوها يعني اقتصاديه، لكن صراحه كانت عجبتني الوصفه. وان شاء الله حنتقاسم معكم وصفه جايه بالياغورت لكن بالبيض ان شاء الله. يا ربي نكون خفيفه على قلوبكم في هذا لا فيديو. ولا كانت عجبتكم الوصفه اللي جبتها لكم اليوم ما تبخلوش عليا البنات بلي جام تاعكم ولي كومونتير الشابين، وتبارطاجيو لي لا فيديو في القناه تاع اليوتيوب بين حباباتكم وصحاباتكم. الا عجبتكم كاش وصفه راكم حابين نديرها لكم خلوا لي فقط تعليقاتكم في الانستغرام ولا في صفحه على الفيسبوك. نتلاقاو في وصفه جايه، سلام.